السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة الفيديو بتاعنا يا حبايب قلبي كده روتين في السوق. كده نزلت علشان اسوق واجيب شوية حاجات في البيت، فالولاد حلفوني قالوا لي يا ماما بالله عليكي جيبي لنا بطيخ. اغرب بطيخة بقى يا جماعة انا شفتها في حياتي. انا رحت عند بتاع البطيخ وقلت له انا عايزه بطيختين يكونوا حلوين كده، وعايزاك ايه تفتحهم لي على السكين، عشان انا بصراحه بخاف اخدها واروح وامشي بقى المشوار فلاقيها قرعه. طبعا انا جبت اول بطيخه دي وجي راح جاي فاتحها لي، قال لي قبل خديها وعلى ضمانتي مش هفتحها لك. قلت له لا يا عم انا مش هاخد حاجه مقفوله وامشي، انا لازم تفتحها قدام. يهديكي يرضيك، قلت له لا افتحها قدامي. الراجل اساسا بتاع البطيخ استغرب، لسه بيفتح البطيخه نصين كده بيشقها بالسكينه وبيقول لي بصي يا ابله عامله ازاي، وبص على البطيخه. يا جماعه انا استغربت على منظرها بصراحه، منظر البطيخه زي ما انتم شايفين كده. منظرها شدني قوي. انا بصراحه ما كنتش هصور في السوق، انا قلت ايه حتى تلاقوني انا صورت البطيخ بس ما صورتش بقيه السوق كله، والله ما جاش في بالي ان انا اصور. بس انا لما فتح لي البطيخه بصوا اللب بتاع البطيخه، البذر بتاعها نفسه مستوي وعامل ازاي، والبذريه نفسها كبيره وعامله اكن البطيخه يعني بص مكتمله ومكتمله التسويه من كله، سبحان الله. بس انا عرفت بعد كده ان في نوع بطيخ بيبقى اصفر كده من جوه، بيقولوا عليه تقريبا بطيخ منجاوي، والله اعلم. الراجل قال لي قبله في بطيخ اسمه، هو استغرب الراجل حتى كان قاعد بيصور على تليفونه هو كمان معايا لما شاف منظر البطيخه، راجل كبير غير الواد اللي معايا. فبصراحه الشاب استغرب، قال له بص معرفش والده ولا عمه، قال له بص البطيخه عامله ازاي، استغربوا على منظرها هما الاتنين. فلما جيت ببص قلت له طب هات ادوقها كده، قطعت حته منها ودقتها لقيتها مسكره. قلت سبحانك يا رب، يعني انا لما ابص الراجل قاعد اهو في ايده التليفون قسما بالله هو صاحب البطيخ، والراجل يعني دايس في البطيخ بقاله فتره زي ما هو بيقول بقاله سنين، بس لما شاف منظر البطيخه الراجل هو كمان استغرب وقال لي ده انا هصورها، وراح مصورها طلعت بالمنظر ده. انا سالته على نوع البطيخ ده قال لي ده نوع البطيخ ده اسمه سعودي. البطيخه اللي هي بتبقى طويله كده يا جماعه وبتبقى مخططه زي ما انتم شايفين كده. فانا بقول له يا عم الحاج ده نوعه ايه؟ قال لي ده بطيخ سعودي. اما التانية اللي احنا فتحناها هو استغرب من منظرها بصراحه، بس هو قال لي الشاب اللي قاعد ده كده شاور لي وقال لي ده اسمه بطيخ منجاوي، في ناس كتير عارفاه يعني، بس بتصفر، هي كانت لسه ما كملتش الصفار بتاعها من جوه، حتى كنتوا تلاقوا حته بيضه وحته صفرة كده، فهي بتصفر وبتبقى من جوه اصفر كده، وبتاكليها بتبقى شبه المانجا يعني تقريبا، وبتبقى عباره عن سكر بصراحه. انا لما خليتها فتحها سبحان الله، يمكن ربنا رايد ان انا اعمل عليها فيديو واشوفها. انا اول مره بصراحه مش هكذب عليكم واقول لكم ان انا شفتها قبل كده في اي مكان. البنت هبه صغيره بنت قالت لي يا ماما انا شفتها قبل كده وكانوا فاتحينها على العربيه وبيبيعوا بطيخ زي ده لونه اصفر كده، حتى كانت عماله تقول لي جيبي لنا منه. فانا اقول لها الاقيه فين ده؟ انا مش عارفاه بيتباع فين يا ماما، انا اللي بشوف البطيخ الاحمر العادي او البطيخ الطويل اللي انا مصوراه معاكم اللي هو بيقولوا عليه السعودي، ده البطيخ البلدي بتاعنا اللي هو جاب منه وفتحها بالسكينه فلقاها زي ما انا وريتكم كده. دي البطيخه بصوا وهي واقفه اهي طويله، انا حبيت اوريكم طول البطيخه اللي هي البطيخ السعودي دي، ده كده الطول بتاعها. البطيخ السعودي ده برضو انا ما جربتوش عشان ما اضحكش عليكم، والله انا ما جبته قبل كده. هو بيبيع الكيلو ب10 جنيه، على حسب البطيخه بقى لما توزنيها تطلع معاكي 10 كيلو 8 كيلو 7 كيلو على حسب ميزانها، يعني بيضرب لك الكيلو في 10 جنيه. انا ما جبتهاش، انا جبت من البطيخ البلدي بتاعنا اللي هو العادي دي، بس بصراحه انا جبت البطيختين لقيتهم سكر. فتح لي بقى 2 تانيين لقيتها حمار وحلاوه زي ما بيقولوا كده، ولقيتهم مسكرين بجد لما روحت البيت بقى ووريت البنات البطيخ. فانا جيت بقى لما جبت وكان في واحد قاعد بياخد هو كمان، بص كان بيفتح له بطيخه اهي. البطيخه هو عمال يقول لي انت هتطلعيني في الفيديو، قلت له اه ده انا هطلعك في الفيديو بمناسبه البطيخه اللي انا اول مره اشوفها دي، انا هصورك وهطلعك. قال لي يعني هتفرج على نفسي في القناه؟ قلت له ايوه يا عم، خش على القناه بتاعت رشا الريس وهتلاقي نفسك ظهر في الفيديو ومنور كده والبطيخه منوره معاك. هو والله استغرب من شكل البطيخه زيه وزي بصراحه، وهو بيفتحها وقلبه جامد على اساس ان هو ايه هيفتح لي البطيخه حمراء بقى وبيديها له قلبه جامد، يعني خدي يا ابله دي وعلى مسؤوليتي. فبيشقها بالسكينه كده نصين، لا البطيخه طلعت زي ما انا وريتها لكم كده. فبصراحه انا لما لقيته بقى طلعت بالمنظر ده قلت لا يبقى انا دول البطيختين اللي كنت شاريهم منه، ودي كانت الحاجه بتاعتي اللي انا متسوقاها والخضار والحاجه. جبتهم وكنت خلاص ان انا هوقف توك توك بقى وهروح،
فقلت ايه خلاص طالما ظهرت البطيخه والله اللي هصور لكم. ده كان بدايه السوق كده من اوله، ده قبل ما ادخل جوه السوق. بس انا كده المفروض كنت طالعه بقى خلاص اتسوقت وجبت طلباتي كلها، وقلت في الاخر هاخد البطيخ عشان اوقف توك توك من هنا، عشان مش هعرف طبعا ان انا امشي بالبطيخ جوه السوق يعني. فرحت اتسوقت وجبتهم وجيت، ورحت جبت للبنات فرخه وعملنا فرخه مشويه والبطيخ حطيته ساقع في التلاجة، كان سكر ومسكر، بس انا قلت اصور معاكم البطيخه. وجيت رحت عند الطيور بقى، ما كنتش اكلتهم، كنت جايبه شويه خضار من السوق معايا، قطعت للطير. انتوا عارفين الطير طبعا بيحب اي حاجه خضراء، فانا جيت رحت جايه مقطعه لهم شويه خضار مع العلف كده وخلطتهم بيه. وقلت للبنات انا هروح افطر الطيور واحط لهم ميه واكل على بال ما انتوا تجهزوا الفطار، علشان نيجي نطبخ بقى ونعمل ايه الغدا بتاعنا والاكل بتاعنا. بس عشان اكون قاعده وانا مستريحه ان انا اكلت الطير والحاجه. والله انا كنت داخله يا جماعه كان الجو نار جدا، لان انا قمت السوق، رحت السوق بدري وجيت، وعلى بال ما اتسوقت وجيت كان حوالي الساعه 10 كده او 11. على بال لما جيت رحت جايه بقى قلت اعمل الاكل الطير، وهروح بقى الف على الطير بتاعي وعلى الحمام وعلى الابراج وعلى كله بقى عشان اعلفه عشان ابقى مستريحه. وان دخلت المطبخ اتشغلت فيه ولا دخلت البيت عملت فيه شغلانه ولا حاجه، يبقى انا ايه ما شلتش ذنب الطير واكون خلصته. لان هم ساعه ما بيشوفوني بيجروا طبعا ساعه الصبحيه دي بالذات، عشان بيبقوا بايتين بقى طول الليل ما فيش اكل ولا شرب ولا حاجه، ما بيصدقوا ان هم يشوفوني وما بيصدقوا ان هم ايه يلاقوا الاكل وكده. انا بقى عايزه اعمل معاكم فيديو نظافه للاوضه يا جماعه، علشان الاوضه طبعا وعدتكم كل لما خلاص انوي وعايزه اطلع الطير بره واعمل فيديو النظافه دوت اجي حاجه تشغلني والله وما اعرفش. بس عشان امبارح كان الخميس، وكان بقى العربيات كلها بتركن هنا وبيبقى الجو يعني ايه زحمه شويه وكده يعني، فما فضتش ان انا اعمله امبارح. وطبعا نزلت السوق وجبت اكل وجيت وقفت طول النهار في المطبخ، والدنيا كانت محتاسه حواليا وبايظه، ما عرفتش ان انا انضف. بس ان شاء الله انا هعمل لكم فيديو ننضف اوضه الطير ده مع بعض ونطلقه بره كده في الهواء والشمس يتشمس بقى كده، وهو بيحب يخرج بره ويجري في الجراج. هنطلعه كده في يوم بره وننضف مع بعض الاوضه دي ونشيل الحاجه اللي فيها دي كلها علشان نسيبهم على النظافه. انا بحب انضف تحتهم على طول يعني، اعدي 3 4 ايام كده وانضف. عشان كده حتى الاوضه انتوا لو بصيتوا هتلاقوها نظيفه، مش اللي هي قوي. بس انا برضو بحب ايه على طول ان ايديا فيها والنظافه، عشان يفضل تحت الطير نظيف، ما يعملش ريحه، ما يجيبش فيروس للطيور ولا امراض ولا حاجه. فالافضل والاحسن ان انت حتى لو مره كل اسبوع هتنضفي. انا بعمل كده سواء تحت الحمام او تحت الطيور او تحت البط، تحت اي حاجه يعني، بروح منضفه كده على طول علشان خاطر يفضل المكان تحتهم نظيف والريحه تطلع حلوه والفراخ تفضل مصحصحه وطيرك يفضل نظيف من غير اي امراض ولا اي حاجه. طبعا انا حطيت لهم الاكل هم جعانين عشان كانوا بايتين طول الليل طبعا زي ما انا قلت لكم كده. ولما جيت من السوق اتاخرت عليهم، رحت لهم على الساعه 11 او 12 كده على بال ما جيت. وطبعا لازم نغير الميه تبقى نظيفه قدامهم كده بقى، واول باول ما تسيبيش في الحر ده الميه تركن قدام طيورك، لان الميه لو ركنت قدامهم وسخنت وشربوا منها بتعمل اسهال وبتتعب الطيور بالذات لو لسه صغيره. فاول باول نضفي كده. ده الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه